ال 20 دقيقة بتاعت الدليفري، اشمعنى 20؟ ليه مش 25؟ ليه مش 15؟ بدايه الفكره اساسا يعني مفيش اي حاجه فيها تصنيع او طبخ او كده. المفروض لو قللنا وقت الطبخ مثلا 10 دقايق ربع ساعه، المفروض الحاجه تجيلك في ربع ساعه تلت ساعه. هل الكاستمر بقى عايز كده؟ هل ده هيفرق معاه فعلا؟ والله انت بتبقى حاسس ان هي مش تفرق، بس اول ما بتجربها وتلاقيها لذيذه تحس ايه ده، انا اتعودت عليها قوي، دي سهله، مش محتاجه افكر اصلا اخطط انا عايز ايه. لما عاوز حاجه هتجيلي، ما هتجيلي في تلت ساعه. بيكر بيجيله زي نوتيفيكيشن انت جالك اوردر، بيدوس ستارت، بيديله على طول اكتر باث سمارت ان هو ياخده، ان هو يبيك الاوردر بسرعه. وانس ان هو خلص الاوردر بيروح على الباكينج ستيشن وبيباك الاوردر، وبعد كده بيحطه في الحته بقى زي هاند شيك اريا اللي احنا بنسميها، اللي هي بقى الحته اللي فيها المشكله الكبيره بتاعت هو الطياره هياخد انهي كيس. فبيدخل يستلم الاوردر، هو مش بيتكلم مع حد، هو داخل عارف هو رايح على فين، بين بتاعه فين، بيروح ياخد اوردر وبيمشي. فده ستريم لايند الحته دي جدا، فخلينا نقدر فعلا نبيك اند باك ان 2 مينتس، لان ده بيدي فرصه بقى للرايدر ان هو يسوق براحته ويوصل للكاستمر براحته، في الاخر نميت البروميس بتاع الكاستمر برضه.